السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنرسم ناروتو في طور البايريون او الباريون ايا كان. فيلا بينا. اولا كده هنرسم دايرة باي مقاس بقى انت عايزه. بعد كده نبدأ نرسم خط ينصف الدايرة لنصين متساويين كده. انت بقى انا بقولك اعملها بعينك. بعد كده نعمل خط في النص برضو، نخليها 3/4 ونعمل بقى خط فوقه بنفس مثل اللي انا عامله كده. وطبعا برضه اقولك بعينيك، كل حاجة شغال بيها بعينيك عشان تقدر تطور من مستواك. نبدأ بقى نعمل المستطيلات اللي هتبقى موجود فيها العينين، وباستخدام قلم سنون هبدأ اللي انا اعمل العينين عشان تبقى صغيرة وكده. مش عارف انا ليه عملت الرسمة صغيرة وكده، بس يلا ايا كان بقى. بس قبل ما نعمل العين نعمل الشكل الخارجي اللي هو الاسود اللي حوالين عينه ده. انا ما اتفرجتش على بورتو الصراحه، فمعرفش ايه اللي حوالين عينه ده. تقريبا حاجه تخص بالطول، مش فاهم. المهم هنبدا نعمله بقى، وخليكم معايا واحده واحده. طبعا يا جماعه العينين ديت انا عملتها غلط. مش عارف، انا عملتها كبيره وكمان عملتها على الشمال، المفروض تبقى صغيره وعلى اليمين شويه، فمعلش بقى ما تعملوهاش ورايا. العين الشمال اعملوها ورايا عشان مظبوطه الحمد لله يعني. غلطة العين اليمين ديت انا هبقى صححها لكم قدام، يعني هرسمها تاني قدام. خليكم معايا برضو واحدة واحدة. أصغي لنصحي لا تمل، فالنصر إيمان عمل. من نفسك كن واثقا وبلا وشل. لا تقل هذا محال أو ذاك ضرب من خيال. كن ثابتا كن راسخا مثل الجبال. فجعلت أنظر للسماء وسرحت في هذا الفضاء. فبدا الغمام يزول يظهر للقمر، وبدت نجوم حوله، وبدأت ألقى حبه. فأشع نحوي في ضياء وابتسم، فشعرت في نفسي الأمان وسمعت. هنا بعد ما خلصنا اليمين بقى نبدأ نخش على بقية الملامح واوتلاين بتاع الوش او الفك ايا كان. ننزل بقى خط من عند العينين كده زي ما احنا متعودين عشان نقدر نحدد البق. تمام. ننزل لتحت الدايرة هنا بشوية، ايوه زي ما انت شايف كده. نعمل خط، بعد كده نكسره بخط كده ناحية اليمين والشمال. طبعا انت بتقول ايه القرف ده، بس استنى خليك معايا واحدة واحدة. نعمل مناخير، ونبدأ بقى حضرتك ان احنا هنمسح البق اللي احنا عملناه ده، لان ده اصلا شكل اولي، وهنبدأ نخفي الكسرات اللي احنا عملناها دي بانحناءات. شايف شكل البق اتعدل ازاي؟ لا برضه ماشي انت عارف. المهم بقى اللي احنا نبدأ بقى نعمل شكل الفك. تمام. ننزل برضو بخطوط كده زي ما انا قايلك يا جماعة، ده يعني شكل اولي، يعني ما تاخدش بكده في الاول، بس الشكل الاولي. نبدأ بقى ان احنا نحط تفاصيل زيادة. في وسط قلب في الهموم تماسقا. زي ما انت شايف شكل الوش بتاع ناروتو بدأ ان هو يتحدد معانا كده، يعني في منتهى الفخامة الصراحة. هنا بقى نبدأ نعمل ودن، وبما انه باصص لفوق بقى فالودن تبقى جاية بتحت، يعني مش تبقى جنب العين كده، لا تبقى جاية تحت سيك. وخسرت مع خوف الرهان، قد ذبت في يأسي وضعت بلا مكان. أضحيت في دربه وحيد، أنا لم أكن هذا أريد. وكذبت حين مقولتي أني سعيد. فأنا لوحدي في الظلام أبكي ودمعي كالغمام، وبداخل الصراع
وبعد ما عملنا الودان بقى وخلصنا خصتين الشعر اللي احنا عملناهم فوق دول، ننزل بالدقن شوية عشان نقدر ان احنا نحدد بقى بقية الحاجات. وطبعا بيبقى فيه شوية تفاصيل كده على وش نارت ونسيتها فقلت اصور واعملها بدل ما انسى وكده. قد ضعت من كثر الكلام، ضاق الفؤاد من المنام، والحزن قيد بات يحرمني المنام. هنا بقى نبدأ نعمل في الشعر، نطلع بخصوتين كده من فوق، وشايف انت بقى الخط اللي احنا عملناه فوق للعينين هتبدأ تبرزه شوية عشان ده هنستخدمه في الشعر. خليك معاه واحدة واحدة وركز معاه. هنا نطلع فوق، هنا خصلتين، هنا خصلتين، هنا خصلة، نطلع فوق بخصلة كمان كده. تمام. تطلع بقى فوق كده تعمل ودان كبيرة، تعمل حاجة زي ودان الكبيرة كده، فاهمني؟ تمام. كمل معايا واحدة واحدة زي ما قلتلك. وطبعا الخط اللي في النص اللي احنا عملناه ده عشان هنستخدمه برضو اللي احنا نعمل الشعر. شايف في خصلة كده جت في نص الشعر كده، استخدمنا الخط اللي في النص ده عشان نحدد مكانه. ما علينا يعني، بعد ما عملنا 3 خصات 4 خصات كمان، نبدأ برضو ان احنا نعمل الودن التانية اللي شبهها، نطلع بها لفوق كده. مهما تعاني من صعاب أو ذقت أصناف العذاب. نيجي نعمل بقى الشعر اللي جوه من هيكل الدائرة الداخلي. شايف شكل ناروتو بقى أوضح معانا وبقى أحسن بكتير. نخش بقى يا جماعة على طول في اللبس عشان نخلص من الرسم دي بقى عشان الواحد تعب الصراحة وانا عايز اخش انام. ايوه عملت هنا اللياقة بتاعت ناروتو ايا كان ديت. وفي بقى اللي هو اللبس بتاعه ده معرفش اصلا اذا كان ده لبس او حاجة في الطور، زي ما قلت لك بقى في الاول انا ما اتفرجتش على بورتو فمعرفش ايه ده. بس زي ما قلت لك يعني انا في واحد من المتابعين طلب مني ان انا اشرح له الرسمه ديت وبعت لي الصوره، فانا لبيت يعني وما تاخرتش. فانت برضو لو انت في رسمه في بالك وعايز ان انا اشرحها لك ابعتها لي انستا، هسيب لك الحساب بتاعي في البايو، خش تابعني هناك وابعت لي رسمتك اللي انت عايز اعملها شرح، وانا باذن الله مش هتاخر وهنزل الشرح. حقا من جديد في نشور، وبرغم ما قد مر به قد عاد يبحر مركبي، عاد الشراع إلى الأمان يسير به. الحزن سيبقى لن يخفى سيرقى، شيطان أرى أيما صار سقنا، برغمه ضيقي قد بات لصيقي، من أجل الحياة صرخات عيشي باتت هنا، لكن مصيري نوب يقيني، كنت أنا من لا يعيش منحني، الموت قد حد ماض وإن مد، حتم ولا بد أن نعيش أحرار، بجوارحنا نسمو كالأطيار نبحث عن ملجأ نبصر نرنو، إن لم يكن لنا بدروبنا مأوانا مجالنا بلى أنا لا أريد العيش فيه، عالمنا صعب قاسٍ ورغم الأسى عهدي أن يلقى الحمى، دام هذا بناره التوى، مهما دنا بعدنا عنه احتمى، يسوف ضوءه يوفى، لن أقول أين متى كيف، مؤمن أنا بنفسي ولا يوسف لي ضرب خطى. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. شفت بقى توقيع وكده خلصت الرسمة اخيرا. بص المروحة الباردة مش عارف حتى انا اعمل فينش الرسمة كده بشكل حلو. ايوه بس كده الرسمة جاهزة معانا.
وبس فاضل خطوة بقى واحدة، اللي انا اوريك شرح العينين. شايف؟ زي ما قلتلك في الاول، اديني عدت شرح عينين تاني. زي ما انا قايل لك، هو مش هنعمل فيها غير حاجات بسيطة، اللي هو اللي احنا هنمسح الرسمة اصلا، اللي هو العينين يعني، ونبدأ نرسمها من اول وجديد. بس مش هنعمل فيها اللي هو اختلاف، يعني هي التركيب بس، هصغرها بس وهوديها الناحية اليمين. عادي يا جماعة، كله بيغلط، محصلش حاجة يعني. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنسان. ضياء فجري يحكي مصيري، طموحي أقوى بصدق يقيني، والكون سيشهد أني مثال المجد العالي. That day has come. وبعد ما حددت الرسمة خلاص، انا ما حددتهاش طبعا بقلم حبر، انا حددتها بقلم سنون عادي بس درجة اعلى. ايا كان بقى، بص اديني خلاص تحديد، وفاضل بقى التصدير. انا هظلل بقلم اتش بي، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، اهو قلم اتش بي من فابر كاسل، تقريبا اسمه فابر كاسل جولد، بروح اسأل عليه. ده عامل 7 جنيه ونص يعني، مش ميزانية كبيرة، فاهم؟ هبدأ بقى اللي انا اظلل، بس مش هظلل بقى اللي هو بفرشة وودانة ودامج الكلام ده كله، لا انا هبدأ اظلل اللي هو زي ما تقول هاتشنج كده، او على شكل خطوط. قول. يا أمنياتي هيا استفيقي، العزم شعاري والصبر رفيقي، ورحمة الآيات في وجه صعاب وحال لهيبي. يا فجري احكي مصيري، طموحي أقوى بصدق يقيني، والكون سيشهد أني مثال المجد العالي. That day has come. سأمضي رغم كل العناء، وضعفي لن يعطل خطايا هنا، ويأسي لن يدوم فخافقي حفا لن يفاح. سأغدو بطلا في الدنا، فجهدي لن يضيع في حياتي سدى، وصبري لا يزال يذلل في كل الصعاب. لأني ورغم الخذلان روحي فيك تفيض عزما ولا تحيد. حان يومي حان، ساعي الأسماء يرتقي بك، ونور أحلامي ينير طريقي، كشمس أصيل ما لذتي وتسقي ثمور ربيعي. والشبح خوفي سينتهي بي، ويوما ما سوف يحتدي بي، كله فقد أمالا في صميم قلبي نابض. That day has come. تبايعني كان خضوعي بعد إغراقي في دموعي، كلما نال مني الإغراء كان يسمع ليلا أنيني. Just I was crying, crying. يا أمنياتي هيا استفيقي، العزم شعاري والصبر رفيقي، ومهما تتالت في وجه صعاب محال إخماد لهيبي. ضياء فجري يحكي مصيري، طموحي أقوى بصدق يقيني، والكون سيشهد أني مثال المجد العالي. That day has come. أكاد أنتهي ومن الوجود أختفي، وكأنني سراب في سراب تحترق أنفاسي، يلتهب جسدي وأطرافي، يحيط عالمي أسوار من ضباب، يؤلمني قلبي تحترق روحي، تبكي عيوني، يا ترى ما بي، صرخة محبوسة في كيالي، دمعة منثورة على أحلامي، بسمة مدفونة في خيالي، يا ترى ما بي، يا ترى ما بي. ما بال بسمتي في ثنايا دنيتي تختفي، في حزن واكتئاب تنطفئ أنواري، ينتهض خوفي وأوهامي في خافقي،
في ليال من عذاب ضاعت خطواتي في وسط صراعي والحزن حياتي. يا ترى ما بي، يا ترى ما بي. صرخة محبوسة في كياني، دمعة منثورة على أحلامي، بسمة مدفونة في خيالي. يا ترى ما بي، يا ترى ما بي. أكاد أنتهي ومن الوجود أختفي وكأنني سراب في سراب تحترق أنفاسي. يلتهب جسدي وأطرافي يحيط عالمي. أسوار من ضباب يؤلمني قلبي. تحترق روحي تبكي عيوني. يا ترى ما بي. صرخة محبوسة في كياني، دمعة منثورة على أحلامي، بسمة. طبعا انا استعجلت في شوية حاجات عشان انا هموت اصلا وانام، فاتمنى ان انت ما تكونش سرعت الفيديو وانك استفدت من كل حاجة انا بقولها او اي حاجة انا بعملها في الرسم، عشان شكلي اصلا مقلتش حاجة. زي ما أنا قلتلك بقى انا هموت وانام، استحملني. فما تنساش تقولي بقى رأيك ايه في الرسمة في الكومنتات، ولو عندك اي رسمة عايز شرح ليها زي ما احنا قلنا متنساش تكتبلي في الكومنتات برضو، انك تبعتلي في الانستجرام. هسيبلك رابط الانستجرام بتاعي في الوصف. وبس يا جماعة، متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.